بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم. أهلا بحضراتكم في لقاء جديد من لقاءات الموسوعة. وفي هذه الحلقة لقاء تحت عنوان بالصوت والصورة، سأتحدث فيه عن ما الذي يجب على المسلم وقت إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بالنبي، وأيضا صور من عاقبة ونهايات الذين استهزأوا بالنبي، وحكم الله عز وجل للذين يستهزئون أو يؤذون النبي. تمام. بالنسبة لي أنت كإنسان مسلم، وقتما تسمع أو تشاهد كلام مكتوب أو كلام مقروء أو تسمعه أو تقرأه يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليك أن تغار غيرة أشد من التي تغارها على أهلك، وإلا يكن في إيمانك شك، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. تمام. الأمر الثاني أنك تنتصر بالأدب، أنك مثلا تبين فعل هذا الرجل. إذا لو قدرت إنك أنت مثلا ما تنشرش، أو نشرك ده يترتب عليه إنه الإساءة تنتشر، ما تنشرش. لا، انتشر الموضوع فيجب أن تستنكر ذلك بالأدب، وبدون سب، وبدون شتم، وبدون ما يخرجك عن أخلاق الإسلام، لأن احنا ديننا دين أدب ودين احترام، وديننا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عنه عز وجل في كتابه العزيز: وإنك لعلى خلق عظيم. أيضا يجب أن كل إنسان يفكر بالعقل، لأن أنا شفت جماعة بيقولوا لو ده فلان ده اللي هو طبعا كثير من استهزأ للأسف وقدم إساءات للنبي صلى الله عليه وسلم. آخرهم طالب في طب أسنان يدعى أبانوب عماد، ده كتب على صفحته كلام مسيء للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الناس بتقول ده هو مظلوم، ده الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي ده حاجة من البرامج اللي بتستخدم في تنمية البشرية، وإنك أنت بتديله مدخلات وهو بيطلعها لمخرجات تفيد المجتمع، زي ما بيساعد في اختيار مضاد حيوي، بيوفر الوقت والجهد على معامل الصيدلة. مش عايز أخش في مجال الصيدلة، يعني بص ده كمثال للذكاء الصناعي. فالذكاء الصناعي مش بيرمي بلاء على حد عشان نقول ده أبانوب ده بريء ولا مش بريء، ونشتغل نلف على بعض على رأي الفنان سيد زيان: شغل حورين يا بيطة. تمام. فيجب ان احنا نفكر بالعقل، والذكاء الصناعي ما بيرميش بلاء على حد. دي اول حاجة يجب عليك انت كمسلم تعمل ايه. وايضا يجب عليك كمسلم مصري انك انت تلتزم بالقوانين، يعني ما تروحش انت تروح مثلا تقابل واحد من اللي قدموا استهزاء دول وتروح تفسد في الارض او تقتله او تشتمه على امه او على والديه. لا، لازم تبقى مرباي. لازم نبين الفرق ما بيننا ما بين غير المسلمين. لازم انت كإنسان مسلم يظهر لك هذا الفرق في اخلاقك وفي تصرفاتك، يبقى لازم نستنكر هذا الأمر. تاني شيء حكم ربنا سبحانه وتعالى في من يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى توعد بالانتقام لمن يستهزئ بالنبي، يعجل له الانتقام. لازم تلاقيه حتى لو مثلا 2 نفس درجة الفسوق، واحد فيهم آذى النبي، والكلام ده للمسلم وغير المسلم. اللي آذى النبي هتلاقيه أكثر إذلالا، وربنا يعني هينتقم منه، لأن ربنا سبحانه وتعالى تكفل بالانتقام لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين. يعني ربنا بينتقم بنفسه، مش بس موضوع العقاب الأخروي. بداية من أبو جهل، وبداية من أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم. هحكي لكم يعني صور سريعة في البند الثالث من حلقة اليوم. بحلقة اليوم النهاردة اتكلمنا عن
يعني المقصود بها 3 حاجات مهمة بعرفها لحضراتكم، وهي أنت كمسلم وقت إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم المفروض تعمل إيه، والحكم ربنا سبحانه وتعالى، وده موجه للمسلمين وغير المسلمين. يعني أنا بحذرك حتى لو أنت غير مسلم، بفكرك إنك أنت لو أسأت للنبي صلى الله عليه وسلم لازم هتحصل لك مصيبة، ما تقلقش من دي. يعني ده أمر، يعني أنا كمسلم مؤمن بيه، كإيماني بالحج، كإيماني بالصلاة، كإيماني بوجود الله عز وجل. فده أمر مفروغ منه لقول الله تعالى إنا كفيناك المستهزئين. تمام. ثالث نقطة بتكلم فيها مع حضراتكم على الصور من العقاب بتاع الناس اللي استهزأوا بالنبي، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى عجل ليهم العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فمثلا أبو لهب من الناس اللي هي سبت النبي صلى الله عليه وسلم لما جمعهم وقال له تبا لك. أبو لهب كان أشد الناس تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وامرأته أشد الناس عداوة، وكانت تضع الشوكة في طريق النبي صلى الله عليه وسلم والقاذورات. فربنا سبحانه وتعالى أول حاجة، يعني تخيل لما ربنا سبحانه وتعالى يسب أو يطرد من رحمته تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. وقد أخذ الله أبا لهب بمكة فأصابه مرض خبيث يقال له مرض العدسة، وكان ذلك يوم هزيمة المشركين ببدر، فجمع الله عليه البلاء والعذاب النفسي والبدني فمات شر ميتة، حتى قيل إنه ما دفنتهوش العرب إلا عشان ما يعايروش بعدم دفنه، عشان ما يصيبهمش عار. ويرون، ذكر الطبري في تاريخه أن العدسة قرحة كانت العرب تتشاءم بها، ويرون أنها تعد أشد العدوى، فلما أصابت أبا لهب تباعد عنه بنوه، وبقي بعد موته 3 لا تقرب جنازته ولا يحاول دفنه. فلما خافوا السبة في تركه، لما خافوا المعيرة في أنهم يتركوه على هذا الأمر، حفروا له ثم دفعوه بعود في حفرته، يعني زي كده استخدموا زي خشبة أو فلجة أو أي حاجة زحوها بعيد، زي ما أنت عايز تلمس حاجة بعصاية كده. فدي كانت نهاية أبو لهب، يمكن ما حدش عارفها. دي كانت بسبب إيه؟ بسبب إنه هو كذب النبي أمام الناس واستهزأ به. فربنا غير كفره وغير إنه مات على الكفر، أذله بالمرض وأذله بهذه الطريقة في الدفن. أيضا قيل كان رجلا نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيا فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، يعني بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري شيء إلا اللي أنا بكتبه له. فأماته الله، ربنا سبحانه وتعالى أماته، فدفنوه فأصبح وقد لفظته الأرض، فقالوا هم الجماعة بتوع هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم، نبشوا عن صاحبنا فألقوه فحفروا له فأعمقوا، خلاص خلوا الحفرة أكتر، فأصبح وقد لفظته الأرض، يطلع تاني من بره. فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب منه، فألقوه فحفروا وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، كل ما يدفنوه يطلع لبر، فأصبح قد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه، فتركوه، يعني ربنا قلبوا جن أو عفريت بعد ما مات. يقول ابن تيمية، أو يعني المهم لفظته الأرض. تمام. يقول ابن تيمية وهذا أمر خارج عن العادة، يدل كل أحد على أن هذه عقوبة لما قاله، وأنه كان كاذبا، إذ كان عامة الموتى لا يصيبهم مثل هذا، وأن هذا الجرم أعظم من جرم الارتداد، إذ كان عامة المرتدين لا يصيبهم مثل هذا،
وأن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه ومظهر لدينه. دي كانت بالنسبة للرجل النصراني. شوف برضو كانت عاقبته ايه، عشان بالرغم منه في مرتدين زيه، ولكن ربنا ما أذلهمش هذا الإذلال. ليه؟ لأنه ده اللي سب النبي وقام بإيذاء النبي بالكلام. وقصة كسرى وقيصر المشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم جديرة بالتأمل، فقد كتب إليهما النبي صلى الله عليه وسلم، بعت لده كتاب وبعت لده كتاب، فامتنع كلاهما عن الإسلام. الاثنين ما دخلوش في الإسلام، لكن قيصر أكرم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكرم رسوله فثبت الله ملكه، وكسرى مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستهزأ به فقتله الله بعد قليل ومزق ملكه كل ممزق، ولم يبق للأكاسرة ملك. فكل من أبغض النبي صلى الله عليه وسلم وعده فإن الله يقطع دابره. برضو دي قصة من التاريخ. كذلك أبو جهل، ربنا سبحانه وتعالى عشان هو كان بيعادي النبي صلى الله عليه وسلم أذله وقتله على يد المستضعفين. أيضا عقبة ابن أبي معيط من أشد الناس أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعداوة المسلمين، وهو الذي وضع سل الجزور جلد بعير مذبوح بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند الكعبة، وضحك لذلك كفار قريش حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأبعدته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم تسمي: اللهم عليك بعمرو بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة ابن الوليد. قال ابن مسعود: فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا إلى القليب البئر، قليب ببدر، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأتبع أصحاب القليب لعنة، وقد هلك هذا الخبيث عقبة ابن أبي معيط ببدر حيث أسر بها وقتل. وكذلك الأسود ابن عبد يغوث من المستهزئين بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكان إذا رأى فقراء المسلمين قال لأصحابه مستهزئا، هو الرجل ده لما كان يشوف حد من فقراء المسلمين ماشي يقول لهم: بصوا هؤلاء ملوك الأرض الذين يرثون ملك كسرى، طبعا من باب الاستهزاء. وكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أما كلمت اليوم من السماء يا محمد؟ يعني كان مكذب موضوع أنه ينزل على النبي وحي وإنه نبي، فكان بيستهزأ بذلك، يقول: ما كلمكش الحد جاي من السماء. ظريف يا الأسود ابن عبد يغوث. وقد أصاب الله هذا الخبيث بقروح في رأسه فمات منها شر ميتة، لا ينفع فيها فيلوسيف ولا كلاميل ولا أي أدوية، ربي نزل له أظهر عليه العذاب، وغيرهم كثير. فهذه الحلقة حبيت أوضح لحضراتكم 3 بنود رئيسيين: إيه الواجب أنا علي كمسلم أعمله وقت إن أنا أرى أو يبلغني إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم، وحكم ربنا سبحانه وتعالى. وده أنا بوجهه لغير المسلم قبل المسلم: احذر، لأن ده هيجي لك عقاب بإذلال، عذاب مهين وليس عذاب أليم وفقط. والبند الثالث: صور من اللي حصل للناس اللي استهزئت بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الكافر العادي منهم اللي قتل ومنه اللي خسر، لكن أكثر خسرانا وأكثر قتلا وأكثر إهانة. يعني لو جبنا مثلا قصة الرجل النصراني فهتلاقيه ارتد عن الإسلام، كذلك في ناس ارتدت لكن نهايتهم ما كانتش زي ده، إن الأرض لفظته بيجي ما في، يعني الإكرام الميت دفنه، فالإنسان لما بيموت الإكرام بتاعه إنه يكون جوا الأرض، ده الأرض بيجي تطلعه، فالناس عرفت إنه ده عشان أذى النبي صلى الله عليه وسلم. واللي ارتد عادي لما مات دفن عادي في سلام، طبعا ليه حساب الارتداد وليه حسابه عند ربنا سبحانه وتعالى، ولكن ربنا بيظهر هذا الأمر، لأن ربنا سبحانه قال: إن كفيناك المستهزئين، يعني ربنا يدافع بنفسه على هذه الأمور والاستهزاءات بالنبي صلى الله عليه وسلم. أتمنى تكون الرسالة وصلت بكل يعني شرح مبسط وبطريقة مبسطة.
أتمنى أن حضراتكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشير هذا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. تحياتي لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.